السلام عليكم متتبعيتي، راه من خديجه. مرحبا بكم معايا. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الكسكسو امازيغي 100%. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. غتشوفوا معنا الكسكسو باللفت البلدي، وهنايا كنقدموه مع اللبن، شويه ديال الزعتر من الفوق وشويه ديال الاركان. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم. كيجي لذيذ. هنايا عندي اللحم ديال المعزي، هو اللي عندي هنايا، يعني العنزي ولا كل واحد اش يقول ليه. وعندي في العطريه عندي شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الفلفله حمراء يعني التحميره، شويه ديال البزر، شويه ديال الملحه. ما كيحتاجش العطريه بزاف، غير باش نسمو داك اللحيمه ديال المعزي. وشويه ديال زيت البلديه. غنوضع هنايا واحد 3 المعالق اولا 2 ديال زيت البلديه. كنتسنى عليها تسخن شويه. عاد غنديروا اللحم اللي عندنا، يمكن لكم ديروه بهذا او لا اللحم ديال البقر. وهنا غنضيف العطريه اللي عندي. هنايا كيجي بالمعزي يعني اللحم ديال المعزي اولا اللحم ديال الغنمي كيجي لذيذ. عفوا. كنقليوه واحد شويه مزيان بهذيك العطريه بزويته، وغنرويو عليه بالماء سخون يعني الماء طايب، وغنخليوه يدخلو الطياب شويه عاد باش ندوزو نزيدو عليه يعني اللفت ها هو كما كتشوفوا اللفت ديالنا. راه غنحط لكم الصوره، عرفتش باقا عندي الصوره ديال اللفت بالربيع ديالو، حيدتيه داك الربيع الطويل وخليته بحال هكا. هذا اللفت البلدي ديال البلاد. جابوا لي الوالد الله يجازيه بخير والله يخليه لينا الله يطول في عمره. ديما كيجيب لي يعني اللفت ديال البلاد. المعزي حتى هو جاي من الجنوب، يعني كيتهلا فيا بالخضره الطبيعيه الله يجازيه بخير الله يخليه لينا تاج فوق راسنا. دابا ربيت على اللحم، كنخليه كما قلت لكم يطيب واحد شويه، وغندوز دابا للكسكسو. انا اختاريت هنايا هذا الكسكسو هذا رقيق كنستعمل هذه النوعيه. انا الكسكسو كندير ليه الطريقه هذه، كنغسلو مزيان المره الاولى، يعني كيحتاج غير 2 تفويرات وصافي. هنا غنزيدو مازال شويه ديال الماء وغنحركو مزيان وغنصفيه. غنصفيه هنا في هذه الشبيكه هذه، وغنضغط عليه واحد شويه باش تحيد منه داك الماء طريقه سهله ديال الكسكسو، يعني ما تخافيش يتعجن لك اولا يتكور. صافي دابا غنحطو عاوتاني في هاد القصعه هادي ولا في هاد الاناء، وغنزيد عليه واحد 3 المعالق ديال الزيت البلديه. كنحركو مزيان باش تخلط مع داك الزيت، ونخليه على جنب حتى ينشف من داك الماء. كما كتشوفوا معايا كنخليوه على جنب عفوا. ها هو بعد ما نشف من داك الماء خليته تقريبا واحد 10 دقائق. صافي دابا كنحرك فيه باش تنحرك فيه مزيان حتى كنحلو الكسكسو ديالنا، يعني ما يكونوش دوك الكويرات سهوله، يعني كيتحل وكنديروه باش يفور. هنا اللفت ديالي ها هو، ما نسيت ما صورتش هذا صحاب اللي كنصور ديال ملي قطعت اللفت، قطعته قطع صغيره يعني عاديه حيت غيطيب غيتخلط. وزدت عليه فلفله حاره. الكسكسو ديالي بعد ما درتو التفويره الاولى اللي درنا، دابا غنخويه هنايا. هنايا غنزيد الماء
مع اللحم واللفت اللي درنا. وهنايا الكسكسو ديالي غندير فيه، نحرك واحد شويه وغنزيد عليه واحد كاس ونص ديال الماء والملحه. الملحه عندي هنا رقيقه. هنايا كاس العنبه، غنرش هاد الكسكسو بهاد الكاس هذا ونزيد واحد النص اخر. وصافي غنحرك واحد شويه ونخليه حتى هو حتى يتشرب داك الماء مزيان. والا خصكم مازال تقدروا تزيدوا واحد نص كاس ديال الماء. صافي وتحركوه مزيان وتزيدوا الزيت البلديه اولا كل واحد باش كيدير. يعني كاين اللي كيدير السمن في هذه المرحله، حنا كنديروا واحد السمن ماشي سمن، هو اودي كنقولوا له اودي. كنذوبوا الزبده مع الزعتر كيتسمى اودي، وكندهنوه في يعني التفويره الاخرى. هنايا زدت شويه ديال الزيت اللي بقات ليا وداك الماء، وغنحاول نحركو مزيان مره نورك عليه بحال كنعجنو، بحال كنديروا العجينه. ما تخافوش زعما يتعجن لكم ولا، راه كيجي يعني في الطياب ديالو كيجي مزيان، كيجي طايب وفي نفس الوقت ما معجنش. صافي دابا غنخلط مزيان ونخليه نغطيه هنايا حتى تبقى يعني التفويره الاخرى، حتى يطيب ليا شويه داك اللفت. وهذه هي التفويره الاخرى. وعاد باش نديرو باش يفور. شفتوا كما كندير بحال كنعجنو شويه بحال هكا، بحال كندلكو. كما قلت لكم غنخليه حتى التفويره الاخرى، يعني بقى لي الوقيته ديال اللي غنزكي فيه واحد 10 دقائق من قبل، وكنديرو باش يفور. حيت انا معزش عليا الكسكسو يكون بارد، خصو يكون سخون. كنديرو دابا الكسكس. الا جاكم ناشف يعني في هذه المرحله الا خليتوه تقدروا ديروا واحد نص كاس ديال الماء وتحركوه مزيان. صافي دابا التفويره الاخرى غنحطو يفور. ها هو التفويره الاخرى فورناه. صافي دابا نسينا عليه يبرد شويه، ماشي يبرد غير بما صايبت الطنجره ديالي. غنحيد الفلفله وغنحيد اللحم، وعاد باش نعجن شويه داك اللفت. راه المذاق ديالو واحد الريحه كتعطي هاد اللفت سبحان الله البلديه، واحد الريحه عندها يا سلام، وحق الله ما تشبعوا منه. يعني المذاق يا سلام. سكسو نتركمين بلا معزي تما خيرت. انا قلتها لكم بالشلحه. درنا واحد القصيعه صغيره انا وراجلي، حيت ولادي ما تياكلوش اللفت، وهو في جهه وانا في جهه. واخا انا كيضرني هذا اللفت شويه حيت عندي القولون العصبي يعني هذا المصران، ولكن داك النهار راه بردت فيه الغدايد، حيت انا عزيز عليا هاد الماكله البلديه. عندك هذا وعندي اوسي هذاك الربيع ديال اللفت، حتى هو كنقرضوه وكنطيبوه يعني، وتسقيه فوق من الكسكسو بحال هكا، ودير زويته بلديه وفلفله حاره يا سلام تما خيرت. كما شفتوا معايا حيدت اللحم ومعست شويه داك اللفت باش يتخلط، تجيني داك الغري كي تنقولوا ليه الغري. داك المرق تيكون شويه ثقيل. راه والله العظيم الا واحد لبنا فيه في هذا الكسكسو وهذا اللفت، ما نعاودش لكم، ما شهيتكم فيه. ما عرفت باش كلشي كيبغيه اولا غير حنا الشلوح اللي مبليين به. ها هي القصعه اللي قلت لكم صغيره ديال
نقولوا ديال 4 الناس اللي ما تياكلوش بزاف، اما ديال اللي تياكلوا الكسكسو مزيان 2 الناس. المهم كنديروه بهذه الطريقه، وكنديروه يعني بلا لحم، يعني اللبس حتى هو كديريه هكا في الماء شويه د الملح والزويته بلديه حتى كيطيب، كتعجنيه مزيان بحال هكا كتمعسيه، وكنديروه فوق من الكسكسو والزيت البلديه والفلفله حاره، يعني حتى هذا كيجي زوين. ولكن هذا راه خطير، هذا بالمذاق ديال اللحم، والله العظيم الا تما خيرت، تما خيرت هي يعني يا سلام. خير، خير ديال البلاد، خيرات البلاد. منزا كنا يا تمازيرت. يلا وين يحمل السكسو تركمين يدير جيم. يلا اسكر تا فوست 30 تا ضت قمز ولا ما يستيني، المهم وبالصحة والراحة.